صباح الخير من ألمانيا، بس النهارده يوم مش عادي، النهارده يوم مميز جدًا بالنسبة لي لإني نازل مصر، يالّا بينا آخدكم في فلوجاية يوم نزولي مصر، ويالّا بينا نبدأ اليوم بتاعنا. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مساك. أول حاجة طبعًا لازم كوباية القهوة المتينة والإسبريسو طبعًا، صلّيت طبعًا أهم شيء طبعًا دخلت أتوضّى وصلّيت على بال ما المكنة كانت تسخن، عملت كوباية الإسبريسو وشغّلت إذاعة القرآن الكريم اللي باحبها. القرآن الكريم من القاهرة. ويالّا بينا ننزل نجيب العيش، ما كانش في غير البيكاغاي اللي في البانهوف علشان أجيب Brötchen علشان أفطر بيه. Zweimal Kürbis und einmal Kartoffelbrötchen und einmal Dinkel. Ja. جِبت العيش اللي كنت هافطر بيه وبعد كده حاسبت وراجع، جِبت العيش ومش مصدق إن أصلًا لقيت حد فاتح النهارده الإتنين والأجازة ويوم 25/5 عيد ميلادي، والنهارده أصلًا كمان يعني أجازة وألمانيا كلها قافلة. عملت طبعًا ساندوتشات اللوكس اللي باحبها جدًا وبتبقى عظيمة بجد، جامد يا جدعان. لبست وضبّطت أموري، حطيت البرفيوم بتاعي ويالّا بينا ننزل ناخد العربية ونتوكّل على الله. طبعًا ده كان الoutfit كنت باشيّك على الoutfit والباسبور، يالّا بينا ناخد العربية ونمشي. والله قهرتيني والله. رحمة الله عليك. طبعًا بقى الأغاني في الطريق وجوجو، جوجو وعمك محمود الليثي والجو العالي وجورج وسوف همكم بعرف اكيف جاي حلف لكم والله ما حلكم روحوا ناموا قبل الليل ما يليل. ركنت العربية في البارك اللي أنا كنت حاجزه أصلًا قبلها بكذا شهر عشان البارك في المطار بيبقى غالي جدًا، فكنت حاجز بارك كده للأجازة كلها، وركنت العربية خلاص هاطلع دلوقتي أتوكل على الله على المطار، هم بياخدوني كده بالأوتوبيس لحد المطار، والله البارك لوحده كان ب160€ تقريبًا. يالّا خير، يالّا نكمل رحلتنا يا شباب. وصلت المطار الدنيا ما كانتش زحمة أوي، يالّا دخلت على Egypt Air كنت حاجز مصر الطيران، هنا كنت واقف طبعًا آكل، هنا طبعًا كنت واقف حزين جدًا لمّا لقيت موظف البوردنج بيبُص لي علشان ما يقوليش حاجة على الوزن الزيادة اللي معايا. Hallo. أهلا وسهلا. طبعًا صحيت من النوم على صوت المضيفة وهي بتقول beef or chicken كان لازم أصحى من النوم طبعًا، والأكل كويس جدًا وجميل جدًا، أنا عامل vlog لوحده أصلًا ليه وشكر جامد جدًا لمصر الطيران، هينزل الفترة الجاية إن شاء الله، تابع الصفحة بإذن الله. طبعًا كنا وصلنا الأراضي المصرية ودخلنا الأجواء المصرية، إحساس جميل من أول ما تدخل الطيارة بصورة المصحف اللي مصر الطيران حاطاه من خدمة والstaff كويس جدًا. وصلت المطار هنا ودخلت طبعًا الجوازات كان فيها زحمة جامدة جدًا، وقفت في الجوازات شوية. طبعًا كنت واقف هنا مستني الشنط، وطبعًا كل الصوت اللي جوايا، بقى لي 5 ساعات قاعد هنا، وأنتم فاهمين طبعًا أنا عايز أقول إيه. وصلت المطار وكنت عامل مفاجأة لأخويا أول ما شافني ما بقاش مصدق جري عليَّ وحضني كنت جامد جدًا. فين؟ الحمد لله على السلامة يا عم. أهم لحظة طبعًا بعد وصولي مصر وهي كريب شامينا، وأول وجبة آكلها في مصر هي كريب شامينا. تابع معايا بقية الفلوجات الفترة الجاية عشان هاخدك في كل يوم باعمل إيه في مصر، وفلوجات كتير جدًا جاية الفترة الجاية إن شاء الله. ما تنساش follow للصفحة.